وبعد مرور يعني سنة، فما غادي يتبقى إلا يعني 6 أشهر على عودة جين من الخدمة العسكرية كأول عضو في فرقة بي تي اس. غادي يرجع من الخدمة العسكرية اللي يعني حاليا راه جين تقريبا كمل عام ديال الخدمة العسكري ديالو، تبقات ليه إلا 6 أشهر باش يرجع من الخدمة العسكرية ديالو، وغادي يكون أول ايدول يعني أول ايدول في فرقة بي تي اس اللي غادي يرجع من الخدمة العسكرية. بطبيعة الحال أنا ما كنتوقعش أنه غادي يستأنف الأنشطة ديالو، بحكم أن الشركة بيغيتس يعني قالت باللي الأنشطة ديال المجموعة غادي ترجع في 2025، والعودة ديالهم غادي تكون في 2025. يعني بصفة عامة واخا جين غادي يرجع من الخدمة العسكرية، فاحنا ما خاصناش ننتظروا شي حاجة أكثر من أنه يعني ما غاديش يكون يعني فيرتويال مع الناس، ما غاديش تكون عنده أغاني ولا أنشطة. يعني غادي تستنى حتى الفرقة المجموعة كاملة ترجع، وغادي يرجعوا بالعودة ديالهم كما تنعرفوا حنا كاملين. غير هو يعني تا استراتيجية ديال بيج هيت ولا هايب كانت مزيانة، يعني خلاو ان الجين يمشي هو الاول بواحد الفارق زمني كبير مع باقي الاعضاء. كما تنشوفوا جين التحق بالخدمة العسكرية في 2022 في شهر 12، ومرة عام باش غادي يلتحق عاوتاني جونكوك وجيمين ونابجون وطاهيونغ. فاستراتيجي مزيانة. دابا الفانزات ديال بي تي اس غادي يشوفوا جين والعودة ديالو غادي يجي من الخدمة العسكرية في شهر 6، غتكون شي حاجة مزيانة. غير العودة ديال أحد أعضاء بي تي اس غادي يخلي الأسهم ديال هايب ترتفع، حيت طبيعة الحال يعني الخدمة العسكرية والاختفاء ديالهم على الصناعة ديال الكيبوب غادي يأثر سلبا على الشركة. ولكن بعد عودة ديال جين غادي يوليو الفانزات يترقبوا كل عودة ديال كل عضو من الأعضاء ديال بي تي اس. استراتيجية كانت مزيانة. أنا تنشوف أن الشركة ديال بيكيت شركة ذكية بزاف، يعني عندهم تيخدموا على أشهر، يعني عندهم واحد النظرة مستقبلية ونجحوا فيها بطبيعة الحال. يعني غادي نشوفوا وأخيرا غادي نشوفوا عضو من أعضاء فرقة بي تي اس كأول عضو غادي يرجع من الخدمة العسكرية، وغادي يجي من مراجعين لا غادي يجي من مراجعي هوب ثم شوغا، والباقي الأعضاء الآخرين غادي يكونوا هما الآخرين اللي هما نامجون وطاي يونغ وجون كوك وجيبي.